السلام عليكم. انا وفاء من صفحه كلام نسا. انا جديده في السوشيال ميديا، ولكن كنخدم كممرضه نفسيه في فرنسا، وعندي سنين ديال التجربه في مرافقه الناس اللي عندهم امراض او اعراض نفسيه بحال اكتئاب، مرض ثنائي القطب، مرض الفصام، القلق. وكنرافق حتى العائلات مساكن اللي كتعافر باش تعاون وليداتها في هذه المعاناه او خواتاتها او رجالها. يلا شفت واحد الفيديو دابا ديال ديزيدغوس كيقول لك باللي الاكتئاب ما كاينش. كنعرف الستيل ديالو، كلنا كنعرفوا الستيل ديالو، كيبغي يحرك الراي العام وكيهضر بلا خوف، كيبغي يصدم الناس باش تفيق. ولكن راه حتى انا تصدمت، حيت اللي في اكتئاب راه عمره ما غادي يجي يقول لك راني بخير. بالعكس كيبقى ساكت، كيبقى صابر وساكت، حيت الاكتئاب راه ماشي دلع او فشوش. بالعكس راه مرض نفسي خطير، وعنده الاعراض ديالو اللي واضحه. فقدان الرغبه في الحياه، العزله، اضطراب النوم، فقدان الشهيه او العكس الشهيه تولي محلوله على مصراعيها، افكار السلبيه، افكار الانتحاريه اللي تقدر تؤدي بهم حتى الانتحار. انا شخصيا شفت ناس مساكن فقدوا القدره على الكلام، فقدوا القدره على الضحك، حتى الحلم فقدوا القدره على الحلم. شفت عائلات مسكينه كتعاني ما عارفاش منين تبدا. كنحترم ديزيدروس على راسي وعيني، وعنده واحد الموهبه وواحد الجرأة ما شاء الله عليه، ولكن في هذه النقطه خصنا نردوا البال. راه الصحه النفسيه ماشي طابو، وماشي موضوع ندو فيه هكا بسهوله. بالعكس ان شاء الله من خلال كلام ننسى خاصنا غادي نكون الصوت ديال الناس اللي ما كيقدروش يدويو. حيت الاكتئاب راه ماشي ضعف، راه مقاومه يوميه. واي واحد كيقول لكم الاكتئاب ما كاينش، صيفطوا لي هذا الفيديو واكدوا لي بلي الاكتئاب كاين. خليت لكم هذه الكلمه من كلام النساء. انا وفاء وهذا كلام النساء.